مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. كالعاده حلقه النهارده مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. ولو انت اول مره تشوفني فانا حابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار الاهلي من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. محاولات بقوه من جانب بعض المسؤولين من نادي بيراميدز مع الوسطاء ووكلاء اللاعبين المقربين من اليو ديانج لاعب الاهلي من اجل اقناع اللاعب باللعب والانضمام لبيراميدز وعدم التجديد للاهلي. وهناك بعض المصادر بتؤكد بان المسؤولين داخل بيراميدز عرضوا مبلغ ضخم على الوسطاء ووكلاء اللاعبين المقربين من اليو ديانج من اجل اغراء اللاعب واقناعه باللعب والانضمام لبيراميدز بعد نهايه عقده مع الاهلي. امام عاشور بيواصل تنفيذ البرنامج العلاجي المحدد له تحت اشراف الجهاز الطبي للتعافي من الوعكة الصحية الذي تعرض لها مؤخرا. ومصدر داخل الاهلي يؤكد بان اللاعب حالته بتتحسن بشكل تدريجي وسيجري بعض التحاليل الطبية في منتصف الاسبوع الحالي من اجل الاطمئنان على حالته الصحية والمتابعة بشكل مستمر. وهناك توقعات من جانب الجهاز الطبي للاهلي بعودة اللاعب لتدريبات الاهلي خلال 3 اسابيع. يس روب مدرب الاهلي يطلب من محلل الاداء في الفريق تقرير شامل عن كل اللاعبين وارقام كل لاعب واحصائياته والمساهمات التهديفية لكل لاعب، ولذلك لاكتشاف كل لاعبي الاهلي بشكل جيد من اجل البدء في تقييم كل لاعب من خلال ارقامه مع الفريق واعطائه داخل الملعب حتى يتمكن من وضع التشكيل المناسب مع الفريق خلال الفترة القادمة. وايضا طلب تقرير شامل عن كل اللاعبين المصابين وتاريخ اصابة كل لاعب ومدة غيابه عن الفريق وموعد عودته لتدريبات الاهلي الجماعية. مصدر داخل الاهلي يؤكد بان محمد عبد المنعم مرشح بقوة للعودة الى الاهلي في يناير القادم سواء على سبيل الاعارة او البيع النهائي. ويؤكد بان مجلس ادارة الاهلي بدأ دراسة الامر بشكل جيد من اجل فتح التفاوض مع عبد المنعم خلال الفترة المقبلة من اجل عودته للاهلي مجددا، خاصة بعد الاستقرار الكبير من جانب مجلس ادارة الاهلي على تسويق اشرف داري ورحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. مصدر داخل الاهلي يؤكد بان ادارة الاهلي قررت عقد جلسة حاسمة مع اليو ديانج خلال الايام المقبلة من اجل التواصل لاتفاق نهائي بشأن تجديد عقده مع الفريق والذي سينتهي في نهاية الموسم الحالي. ويؤكد بان ادارة الاهلي تضع ملف تجديد عقد اليو ديانج على رأس اولوياتها في المرحلة الحالية نظرا لأهمية اللاعب الكبيرة داخل الفريق واعتماد الجهاز الفني عليه بشكل اساسي. وبناء عليه ادارة الاهلي ترغب في اقناع اليو ديانج بالبقاء داخل الفريق واعطائه راتب يتناسب بحجم قيمته الفنية الى جانب بعض الحوافز الاضافية المرتبطة بنسبة مشاركته في المباريات مع الاهلي والبطولات التي سيحققها الفريق في الموسم الحالي. مصدر داخل الاهلي يؤكد بان ادارة الاهلي بدأت التحرك فعليا للبحث عن عرض مناسب لاعارة جراديشار خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ويأتي ذلك بعد المناقشات التي تمت داخل لجنة التخطيط في الاهلي ومجلس الادارة من اجل الاستقرار على ذلك الامر. واوضح المصدر ان القرار جاء لمنح اللاعب فرصة الرحيل على سبيل الاعارة خلال يناير المقبل حتى يتمكن الاهلي من التعاقد مع مهاجم اجنبي قوي قادر على قيادة خط هجوم الاهلي خلال الفترة القادمة. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهارده اللي بتمنى تنال اعجابكم. في نهاية حلقتنا ما تنساش تعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة عشان تتابع معنا كل جديد عن اخبار الاهلي.